بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي اسعد حال ان شاء الله. النهارده بقى عايزين نقول لكم ان الدنيا شتاء وسقعانين. عندي زبدة بقى قلت نسيحها مع بعضينا واوريكم طريقتها بتتسيح ازاي، عشان في ناس كتير قوي بتقول انا ما بعرفش اسيحها. وقلنا نعمل شوية بليلة بقى مع بعضينا برضو كده تدفينا. انا عندي نص كيلو قمح اهو، حطيت عليه حوالي 2 لتر ميه وشغلت عليه النار. وطبعا الزبده هي حطيتها دلوقتي فكت اهي، كانت متجمده اهي وبتفك. لو عندي حته قشطه عايزه اسيحها فيها احطها، لو عندي شويه لبن ومش عايزاهم احطهم. واروح وهي بتسيح اروح حاطه لها معلقه ملح كبيره، عشان الملح بيديها ترميله حلوه، بيخلي الزبده مرمله. اهي معلقه ملح كبيره اهي حطيناها اهي. نقلبها بقى فيها كده، هي كده لما تفك خالص كده، لسه الكتل اهي مجمده. لما تفك الكتل دي معايا اروح مهديه النار عليها بقى خالص، وافضل رايحه جايه عليها بص عليها كده واقلب فيها اهو. لما تفك بقى الجموديه بتاعتها دي، وهنقلب برضو البليله. طبعا انتوا عارفين البليله دي من الاكلات الشتويه اللي بتدفي الجسم، واحنا بنبقى محتاجين ليها يعني. والقمح اهو حطيت له حوالي 2 لتر ميه زي ما قلت لكم. والقمح اهو نخليه يغلي لغايه يعني سوى الا ربع كده. بعدين اروح حاطه له نص كوبايه رز عشان يديله تخانه شويه كده، وبيخلي اللبن لما بتيجي تحطيها تبقى لفه شويه، ما تبقاش خفيفه وصيصه زي الميه كده. هنشوفها باذن الله مع بعضينا. ادي الزبده معايا اهي، ابتدت بصوا فكت خالص ازاي، ابتدت بقى عايزه تفور. انا كنت معليه النار عليها اهو لحد دلوقتي، انا معليه النار. ابتدي بقى اوطي النار خالص واسيبها مع نفسها كده، وشويه كده واقلبها وشويه واقلبها. اقلبها كده، اجيب اللي في الجناب كده واقلب من الحله من تحت. ما اسيبش الحله كده يبقى ليها طبقه من تحت، لازم ابقى المعلقه كده تكحت فيها برده شويه اهو. عارفين بقى ان شهر طوبة بقى ده يعني حبيب الزبده، والزبده حبيبته. احلى زبده تاكلها في شهر طوبة ده. بس ادينا حاطين برضو القمح ابتدى يغلي اهو، سيبه مع نفسه بقى كده. ادي يا حبايبي حطينا البليله اهو، الرز استوى، البليله استوت الحمد لله يعني. ومعانا السمنه برضو دخلت على سوا اهي، بصوا بقت عامله ازاي. ابتدى الريم بتاعها ده يدينا اللون الذهبي اهو زي ما انتم شايفين كده. لازم تفصل ميتها من سمنتها، يعني لو نزلناها ولسه فيها اثر ميه هتلاقي كلها، يعني ممكن حطيتيها في سلطانيه، حطيتيها في اي حاجه اللي انت بتحطي فيها السمنه بتاعك او الخزين بتاعك، ممكن تبصي تلاقيها سردت ميه منك كده، السمنه باظت منك، مش هيبقى لها عمر تعيش معاكي. لازم تفصل ميتها عن السمن بتاعها اهو. ما نستعجلش عليها، نفضل نخش نقلب فيها كده شويه ونقلب فيها زي لغايه ما تفصل خالص. بعدين احنا هنا غسلنا نص كوبايه رز اهو زي ما قلت لكم اهو، حطيناها على البليله. مش مهم بقى الرز يستوي قوي ما يستويش قوي، بس المهم لازم يتحط لها، بيديها لون فاتح مع اللبن كده. القمح بتاعنا استوى بقى سوا الا ربع، ولسه هياخد سوا تاني مع الرز.
وعايزه اقول لكم باذن الله معلومه تاني ان شاء الله. انا كده عليت النار شويه. عايزه اقول لكم معلومه كده، ان دوقوا الزبده الاول قبل ما تسيحيها. لو لقيتي ان طعمها حادق ما تحطيلهاش ملح، هي هتطلع معاكي كده مرمله. لو لقيتيها طعمها دلع وناقصه حياء، حطي لها معلقتين الملح اللي انا حطيتهم معاكم دول، علشان ما تبقاش هي حادقه او فيها ملح. هما برضو لما بيلموا الزبده في الفلاحين بيلموها بملح، ما تبقاش هي حايقه وانت تحطي لها ملح تبقى حدقت منك، تيجي تعملي بيها اي صنف حلو تحسي ان طعمه مش حلو. نصيحه يعني، ومعلومه ما تنسوهاش. دي حبايبي غلي كده الرز مع القمح. نحط بقى اللبن كده، خلي اللبن بقى تحت منه، اللي عايز يزود بيزود. اهو حط لها برده سكر، بس سكر بسيط مش هكتر، عشان في اللي بيحبها مسكره قوي وفي اللي بيحبها سكرها نص ونص، فاللي يبقى عايز يزود في طبقه يزود. اهو خلي اللبن بقى ياخد غلوه معاها تاني. هي ما خدتش اي وقت والله. معانا السمنه برده بتتقدح اهي. بصوا يا حبايبي انا قربت لكم اهو على البليله. بصوا احنا حاطين لها دلوقتي، حاطين لها 1.5 كيلو لبن اهي، وتقلت الرز طبعا استوى فيها. بصوا لاحظتوا هتلاقوه مش باين. الناس تقول لك هيبقى باين الرز مع الحب بتاع البليله كده. بصوا مش باين خالص اهو، شايفين معايا اهو اهو. بس هنسيبه ياخد غلوه. والسكر بقى حسب رغبتك انت، شوفي عايزه سكر قد ايه. اما للسمنه اهو قدامكم اهو. بصوا ما شاء الله هي لازم تخس اهو قدامكم اهي. بصوا شايفين اللي فوق الوش ده، اللون اللي هو بقى لونه ذهبي ده اهو، بس مش عارفه الكاميرا موضحاه قوي ولا لا. هي بقى لونها ذهبي كده. خلاص انا بنزلها، علشان هي لما عقبال ما بتبرد تلاقي المرطه دي غمقت تاني، عشان ما تبقاش اتحرقت مني وتبقى باظت. هي كده بين البانيه وقدر ما تستهدى هتلاقوا المرطه غمقت تاني. اللي فوق الوش ده الريم بتاع المرطه اللي هي بتاعه السمنه اهي. سهل جدا جدا جدا، وعملناها ولا تعب ولا مجهود ولا اي حاجه. زي ما قلت لكم كده تسيح كلها، وبعد كده هدي عليها النار وخلي ايدك فيها بالتقليب زي ما انا ما بعمل كده اهو. وتجيبي من تحت من الحله من تحت اهو زي ما انتوا شايفينها كده، وتعملوها وصحه وهنا. وعلى فكره الايام دي بقى موسم اللي بيخزن سمنه يخزنها الايام دي، عشان بتبقى احلى زبده. هي زبده شهر طوبه. تعملوها وتتهنوا بيها يا رب، وصحتين وهنا. وخلاص كده البليله اتعملت معانا، هنغرفها ونشوفها مع بعض اهي. والسكر حسب رغبتك انت. احنا كده بقى هنحط لها شويه فانيليا صغيرين، عشان ساعات اللبن بيبقى ريحته زفره، لانه طبعا انتوا عارفين اللبن والزبده والجبنه والحاجات دي كلها بتبقى طبعا جايه من لا مؤاخذه يعني المواشي فلازم نحط لها فانيليا نغير من لون من ريحه اللبن. نوطيت عليها خالص اهو. هاتي يا حبايبي عملنا السمنه وسيحناها، وعملنا البليله، وديكوا شفتوا طريقتها، وسهله وبسيطه جدا، وحاجه سخنه في الشتاء تدفينا. وتعملوها وتتهنوا بيها يا رب، وصحه وهنا للي ياكل. وان شاء الله ما تنسونيش من اللايك والشير وتفعيل الجرس، وربنا يجازيكم دايما كل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.